هذه فرح فاسي. بزاف ديال الناس تيقولوا ليها سندريلا الشاشة المغربية. موضوع الطلاق ديالها مع عمر لطفي دار ضجة كبيرة في الوسط الفني، خاصة أنه حتى شي واحد فيهم ما دار تصريح مباشر. الموضوع غامض. خدات عدة جوائز وتكريمات في المغرب وخارج المغرب، خاصة في دبي. أحسن ممثلة على دور ديال وردة، ثاني أحسن ممثلة ما بين 2000 ممثلة في فيستيفال برشلونة، الجائزة الكبرى في كوبا على الفيلم ديالي آخر اختيار، خديت جائزة أحسن ممثلة في الكاميرون، أحسن جائزة ديال فنانة الشاشة المغربية ديال 2024، آخر حاجة خديت شهادة دكتوراه فخرية في أبو ظبي. من بعد 14 عام ديال الزواج، فرح فاسي ولأول مرة كتأكد خبر الطلاق ديالها من الفنان عمر لطفي. شرحت الأسباب الحقيقية وتفاصيل هذا الانفصال. أنا اللي طلقت لأنه غلط معايا كثير. أنا اللي طلقت لأن وصلنا لواحد المرحلة أنني ما بقيتش قادرة نكمل في الزواج. تقولي أنها فضلاتو على راسها وعلى عائلتها، ولكن اكتشفت من بعد أن هذا الشيء ماشي مزيان وما خاصوش يكون في العلاقة، وأنها ما تقدرش تكمل حياتها مع الطرف الآخر بدون مشاعر. كنفضلو على راسي، فضلتو على عائلتي، فضلتو على كل شيء. وفي الحقيقة ماشي صحيح، يعني ماشي صحي في العلاقة، يعني لازم تعمل توازن. قالت بأنها هي ناخذة في قرار الانفصال، وبأن هذا الشيء ما كانش سهل عليها، بالعكس كان قرار صعيب بزاف، ولكن كان ضروري. وأنها دابا كتحس بالوحدة، خاصة أنها ماشي بزاف هادي باش فقدت الوالدين ديالها. الفراق ديالي كان صعيب حتى هو عليا، عنده تأثير كبير، لأن باش نفكر أنني نتفارق ونطلق راه ماشي سهل عليا كامرأة، وكأنني ما بقاوليش والدي حدايا، وعندي بنتي صغيرة وغادي نطلق وغادي نهز مسؤولية بوحدي. كانت صعبة كتير، يعني ما نكرهش، كانت صعيبة بزاف. بحس بالوحدة. قالت بأنها مدة 2 تقريبا وهي كتحاول تصلح العلاقة، ولكن ما قدراتش، لأنه الطرف الآخر كان غلط في حقها بزاف، وكانت أخطاء وحدة مرة وحدة، وأخطاء كتعاود بزاف المرات. هي عطات بزاف الفرص لهذه العلاقة، ولكن ما كانت حتى النتيجة. ضعفت ووصلت الاكتئاب، يعني كانوا ضربات يعني متتالية. صعب عليا نتقبل ديك الضربات بفترة وجيزة، يعني كنجي نوقف بتجيني ضربات. هذا اللي خلاني نوقف العلاقة الزوجية. وكتقول بأنها مسامحة هذه دنيا وآخرة. يعني أنا بالنسبة لي مسامحة دنيا وآخرة، مسامحة عن جد، مسامحة. هما دابا عائلة وأصدقاء، هو كيبقى بات بنتها ملي كيحتاجها كيلقاها، وملي كيكون عندها شي مشكل كتلقاه. عمر بالنسبة لي هلا صديق وأخ، وبحس فيه عيلتي، لأنه إنسان طيب وإنسان محترم، ورغم كل شيء وإذا بغاني نعاونو غايجي لقاني حداه، وفي ما كيحصل أو لا كيلقاني حداه، كيكون يعني في أي شيء، لأنه أب بنتي وما عمرني غنتفارق عليه، يعني من هذه الناحية. ولكن ممكن الأمور تغير، يقدروا يرجعوا شي نهار. وفي الآخر وفي الأول أنا كاينة مودة وكاين بيناتنا خير، يعني أنا خير عليا كتير وخيري عليه كذلك، وبيناتنا بنت. هي دابا مركزة على حياتها الشخصية مع بنتها ولا حياتها المهنية. أنا غنعطي لك سكوب. آخر حاجة اللي عندي عمل إن شاء الله اللي غادي يكون في عمل سينمائي، أول عمل سينمائي ديال دولة قطر اللي غنكون أنا بطولة فيه. هذه هي السكوب اللي غنعطيه لك، وكنتمنى دايما نقدم لكم الأعمال اللي تبغيو تشوفوها. كنبغيكم